لو حد سألني إيه أحسن نوع جبنة موتزاريلا أقول له اللي معمولة في البيت، أنتم بعد الفيديو ده هتاكلوا أحلى جبنة موتزاريلا وأي حد يقدر يعملها، اعمل سيف للحلقة دي عشان ما تتوهش منك، وكل ده بمكون واحد وهتطلع معاكم حدوتة. حلة على النار فيها كيلو ونص من اللبن يكون بقري مش معلبات، ودي أهم حاجة، وعلى نار هادية خالص. أول ما يطفى معانا نحط معلقتين من الخل ونبدأ نحرك بالراحة واحدة واحدة وعلى هادية زبادي لحد ما الجبنة تفصل تماما. أول ما تطلع معاكم بقى بالحلاوة دي أنا شايف لحد دلوقتي إن الدنيا سهلة وبسيطة واي حد يقدر يعملها. هنبدا نصفيها في حله تانية، وفي نفس الحله هنبدا نحط مكعب زبده وننزل بالجبنه كده واحنا بنقلب. انا عايز اطعمها بالزبده، ونبدا نقلب واحده واحده وعلى الهادي يا زبادي. بعد كده هنبدا نصفيها والنبي في حلاوه كده حدوته مدلعكم. الميه اللي نزلت من الجبنه هنبدا نسخنها ونحطها في طبق وعليها شويه ملح، ونبدا نخلي الجبنه بتاعتنا فيها 3 4 دقائق كده، ونبدا نشد فيها كده ونلمها، نشد فيها كده ونلمها. بعد كده نحطها في علبه مع شويه ميه من بتاعه الجبنه ونسيبها حوالي ساعه على جنب، وتدخلها ساعتين 3 في التلاجة هتطلع معانا بالحلاوه دي. قطع وكل وادعي لي. انا عايز اقول لكم لما تجربوا الجبنه الموتزاريلا في البيت مستحيل تجيبوها من بره تاني. حلقه سهله وسريعه واي حد يقدر يعملها. اعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.